مقدس في مصر القديمة، واعتبروه المنتصر على قوى الظلام وقاتل الفوضى. اتخذوا أجدادنا في رسوماتهم كرمز للإله أتوم رع في كل المعارك، فكان رمز للقوة الذكاء. ماذا نعرف عن الوشق المصري؟ في ظل الصمت العربي وتقاعس الحكام عن دورهم في حماية اتفاقية وقف إطلاق النار، الدنيا بتكركب في إسرائيل بسبب قطة، بس دي مش أي قطة، ده الوشق المصري. واللي حصل إن الوشق الجميل الماثل أمامكم في الصورة اخترق السياج وعبر الحدود وتسلل لقاعدة عسكرية إسرائيلية تحديدا في منطقة جبل حريف، ومسك الجنود وهاتك يعض. وللأسف تم التحفظ عليه من قبل هيئة البيئة وإيداعه في مستشفى لفحصه. الوشق المصري بيتفرد بشكله عن كل أشباهه من القطط، ودانه طويلة وعنده خصل سوداء، متوسط الحجم بيوصل طوله من 60 ل 90 سنتيمتر من غير الديل، وبيرتفع عن الأرض حوالي نص متر، متوسط عمره من 12 ل 15 سنة. البعض بيسميه شبح الصحراء بسبب قدرته الرهيبة في التخفي. الوشق المصري صياد بارع، أنيابه طويلة ومخالبه حادة جدا، ما بيخطئش فريسته أبدا، سرعته بتوصل ل 80 كيلو متر في الساعة، وعنده قدرة استثنائية على القفز لدرجة انه يقدر يصطاد الطيور أثناء طيرانهم، وغالبا نشاطه بيكون بالليل علشان يتجنب حرارة الصحراء. بيصنف انه حيوان اكل للحوم، وبيحب المناطق منخفضة الامطار لانه بيقدر يعيش فترات طويلة جدا من غير مية. الوشق المصري بيعشق حالة الانعزال وهو اللي فرضها على نفسه، وما بيحبش يدخل الغرباء مواقع سيطرته الا في فترات التزاوج. بيتغذى على القوارض والارانب البرية، ممكن يهاجم قرود وغزلان وماعز، وواضح كده انه قرر يدخل الخنازير لقائمته الغذائية. الوشق بشكل عام في منه 9 سلالات، 7 منهم في أفريقيا و1 في تركستان، والتاني المعروف باسم الوشق الصحراوي العربي موجود في أغلب الدول العربية ما عدا البحرين. الفكرة بقى إن دي مش أول مرة الحيوانات المصرية تثير ذعر إسرائيل. لو فاكرين في 2020 كانت في تحذيرات واسعة جدا من انتشار البرص المصري والمعروف باسم أبو بريس، واللي انتشر وقتها في وادي عربة جنوب الأراضي المحتلة. مش بس الأبراص، كمان السحالي، واللي وصفوها بأنها خطر على النظام البيئي لأنها عدوانية جدا وخلصت على كل الأبراص المحلية. والأدعى أنهم فشلوا في معرفة إزاي الحيوانات دي بتقدر تدخل البلد، لدرجة أنهم طلبوا المساعدة من السكان المحليين. وشق أو برص أو حتى سحلية، أي حاجة جاية من مصر قادرة ترعبهم، فما بالك بخير أجناد الأرض. عمرك شفت قام بتصير ضناها؟ لا. مصر أم الدنيا، صح ولا لا؟ صح. الواحد كلمة حاصل والله ما نعمل وكيل بيحكي.